السؤال بيقول لك عندك كلمه اسمها بروتكت، عايز ايه يا باشا؟ عايز الاوبوزيت اللي هو العكس. علينا نعمل حل الانجليزي يلا بذكاء بفن. وانا لسه هقول the opposite of the word protect is. ايوه انا عايز زي ما انا شفت بروتكت وشفت الاوبوزيت، يبقى يا باشا عايز ايه عكس واحد اسمه يحمي؟ يبقى واحد ايه بيعلم؟ غلط. يبقى واحد يا اسطى بيكونكت بيتصل؟ غلط. حاجه اسمها ليرن يا عم اخلص، يعني هرم يعني يؤذي او يضر او يدمر او يتلف. طيب عندي السفكس اللي بتجي في الاخر للديجيت ت... قول يا ديجيتال. ليه يا مستر؟ ما عشان حافظها ديجيتال معناها ايه؟ صح. طيب فانا ما ينفعش، مفيش حاجه اسمها ديجيتمنت ولا انا حافظ حاجه اسمها ديجيتيشن. طيب انا عندي السفكس يعني اللي في الاخر هنحطها الهيلب. مستر ما تقرا السؤال يا مستر. يا عم ما انا قلت الانجليزي بيتحل بفن. الانجليزي بيتحل بفن. يعني ايه بفن؟ يعني بتشغيل المخ. انا شايف عايز مني حاجه اسمها suffix احطها الهيلب، هتبقى هيلب ايه؟ فول. طيب اصل مفيش حاجه اسمها عندك حق لا والله. مش هيلبنج. هيلبنج صح. طب هيلبنج دي ايه؟ اسم بس هو عايز يا اسطى adjective يعني صفه. هو المساعده ديت صفه؟ لا ما ينفعش هيلبنج عشان دي هتبقى اسم. طيب عندي حاجه اسمها ريديوس. انا هحاول اقلل الكلام معلش انا برغي كتير يعني. عندي حاجه اسمها ريديوس يعني يقلل، عكس يقلل يعني يزيد. يزيد يعني انكريز. مستر هو حضرتك يا مستر في المنهج الجديد حفظتهم زينا؟ لا يا صاحبي انا ما حفظتش، بس انا لما كنت صغير كنت بهتم بالسينونيم والانتونيم. انما حضرتك ايه؟ هتشقلب وتقلب مش هتعرف تحل. عندي حاجه اسمها اميزنج وايه لها السيم مينينج يعني نفس المعنى. سيم مينينج يعني نفس المعنى. مين اللي نفس المعنى بتاع اميزنج؟ فانتاستيك. عرفت مننا مدرسنا اكسبلين بيشرح لنا الليسون باستخدام الايه وبيورينا اميزنج فيديوز. بيشرح لنا الحاجه على السمارت بورد، اكيد على السبوره الذكيه مش على الباب ولا على الويندو ولا على الجدار. قال لك انا دايما بستخدم ايه عشان ابحث على المعلومات على الانترنت؟ مش هبحث بالقلم يعني ولا البوك ولا الكتاب ولا التلفزيون. هبحث عن اللابتوب. ابحث باللابتوب. مستر طب ما انا عندي شاشه بخش ابحث بيها. الشاشه اسمها سكرين. التلفزيون اللي هو التلفزيون التهمه القديمه ده بتاع ايام زمان بتاع جد وتيتا. عندي حاجه اسمها use my tablet to read online. بستخدم التابلت عشان اقرا على ايه؟ عشان اقرا ايه على الانترنت؟ ماشي. to read ايه على الانترنت؟ عشان اقرا الشاشات ولا السمارت على الموبايلات ولا اقرا السبورات ولا الكتب. Number 4 I A with my friends when they are online. أنا A مع الرجالة لما بيكونوا متصلين على الإنترنت بنتكلم ونتساير. دي معناها يذكر ودي معناها يرى ودي معناها يجري أو يدير. طيب we should A بين السكرين تايم وقت الشاشة فرجة على الشاشة والأنشطة الأخرى زي الرياضة زي حفظ القرآن الكريم زي المذاكرة. محتاجين نعمل لهم بالانس. يعني إيه بالانس؟ يعني يوازن أبو الصحاب. يعني يا باشا يعني يوازن. أوكي. دي معناها يحمي ودي معناها يشارك ودي معناها يعيش. طيب I want to aim my digital day with you. أنا عايز أشارك معاك. اشمعنى يا مستر خدت الشير؟ عشان عندي with يشارك مع share with. دي معناها يشاهد دي معناها يسمع دي معناها draw يعني يرسم. قال لك ما ايه الأجهزة الايه اللي أنت بتستخدمها لما أنت بتكون أونلاين؟ الديجيتال ديفايس. بلاستيك لا، وهاند ميد لا، وودن لا. طيب ايجيبت اللي هي مصر أول هايبر باص في أسوان يعني أطلقت. ولو انت ركزت في الريدنج هتلاقيها قفلت ولا دمرت ولا بينتد لونت. قال لك اتس جود تو ايه بريك. تاخد يعني بريك يعني راحه. ام سوري بعد اللوكين النظر للشاشه لساعات او لفتره طويله. محتاج انا تيك بريك. يعني تيك بريك يعني ياخذ راحه. ميك يصنع. كونتينيو يستكمل. دو يعني يفعل. انا بستخدم الفون بتاعي علشان تيك ايه اوف ماي كات. بستخدم الموبايل علشان تيك ايه موبايل هعمل بيها يا جدعان؟ هلتقط اخبار هلتقط ابس. طب يا مستر ما اخبار يعرف الاخبار يا مش هلتقط بكيتشرز للقطه. دي موقع الكتروني لا. طيب نمبر 11 انا اشتريت ان يو اي عشان كونكت اتصل بالانترنت اند يوز ابس. ماشي. يبقى انا اشتريت ان يو اي علشان كونكت تو ذا انترنت اند يوز ابس. والله هستخدم تطبيقات على السمارت فون مش على الشيت يعني ملاية او صحيفة. ودي معناها الآلة الحاسبة كالكوليتر. والنوت بوك معناها الكراسة. It's a good idea to use. فكرة كويسة انك تستخدم المود. مود ايه؟ نايت مود. لما انت بتقرأ في النايت.
دي يوم فون موبايل بوك كتاب بوك كتاب بوك بي كتاب بوك is a portable computer. والله يا معناها ايه؟ كمبيوتر متنقل. دي لا، والسمارت بورد لا، والشاشه لا، فتبقى اللابتوب. وعلى فكره قلت لك وانا بشرح بس انت داخل تحل واجب عشان ابو المسافر ما يزعلكش. قال لك الانتراكتيف بورد سبوره تفاعليه، فاحنا على طول هنقول السمارت بورد اللي هي الشاشه التفاعليه. قال لك هو بيحب يشرب ميه ايه بدلا من الصودا، بدلا من instead of بعدها الفعل مضاف له اي ان جي او النون. طب عندي حاجه اسمها ايجيبت فيها سترونج فيجن، رؤيه لي، يبقى فيجن 4. 29 الناس اللي عايز تاني على طول. الجمله بتقول علي ليت، اسالك من كده كله. علي متاخر على المدرسه، هو دايما بيجي بدري. يبقى بيجي بدري، يبقى مستحيل، يبقى ابدا ما بيتاخرش ابدا على المدرسه. طيب ابدا اللي هي ايه؟ نيفر. عندي از نيفر وعندي نيفر از. طيب اتفقنا لما يكون عندي ام واز وار يبقى الحاجات دي بتيجي بعدها اللي هي فين؟ يبقى از نيفر. عايزك تحل وانت فاهم يا اخي، داخل تنقل افهم يا اخي عشان لما مدرس يسالك ما تتحرجش. طيب الجمله اللي بعدها بتقول he his tablet for homework. هو عايز اقول بيستخدم التابلت للواجب بتاعه. طيب مبدئيا انا عندي حاجه اسمها نيفر ويوجوالي والويز، دي اسمها ظروف تكرار. ظروف التكرار مكانها فين؟ قبل الفعل. طب هو الفعل اللي اسمه يوز فين اللي قبلها؟ والله يا مستر اللي قبلهم عندي نيفر قبل الفعل اهي، وعندي حاجه اسمها يوجوالي قبل الفعل. طيب هو ايه الصح فيهم؟ نيفر يوز ولا يوجوالي يوز؟ لا ده هي مستر تاخد الفعل مضاف له اس او اي اس او اي اس، فهقول يوجوالي يوز. طيب دي غلط ليه؟ عشان ما ينفعش هي يوز، هي مصدر لا، هي بتحب الاس. اللي بعدها I always a my email in the morning. طيب انا بتفحص اي بتحب اي جمع على فكره في الانجليزي. اي وي يو زي بعدهم الفعل في المصدر. المصدر اللي هو تشيك. مستر ما اي مفرد، لا في الانجليزي بنعملها معامله الجمع. هاو ايه بتستخدم الكمبيوتر؟ قال لك والله انا بستخدمه في المدرسه. يبقى كم مره بتستخدمه؟ قال لك انا عاده بستخدمه في المدرسه. يبقى لما تحب تسال عن ظروف التكرار بتسال بكم مره، يعني هاو اوفن. اللي بعدها هو عاده الاخبار وبيقرا الكتب. هو هي مفرد والمفرد بيحب الاس فهستخدم سيرس. ها المفرد بيحب الاس يا اسطى اوعى تنساها. الجمله اللي بعدها بتقول we a play online games for one hour. زين بعد كده بننام. والله انا عندي الجمله كلها مضارع، ففي المضارع ما ينفعش اقول هنا ever، اجودي في الماضي اصلا وتيجي في الاخر، ولاست تبع الماضي يبقى الاجابه هتبقى يوجوالي، ظروف التكرار ومكانها قبل الفعل اهو. طيب اللي بعدها بتقول لك هاو اوفن، كم مره. اللي بياخد يو هو دو والمصدر. ماي فازر بينسى المفاتيح بتاعته، هو دايما منظم يبقى ما بينساهاش ابدا يعني نيفر. طيب عندي نمبر 9 بتقول هو بيستدز يعني بيذاكر او بيدرس كويس. اللي بيذاكر الامتحانات كويس ولهذا السبب هو بيجيب درجات عاليه كويسه، يبقى هو دايما. طيب الجمله اللي بعدها بتقول لك هم بيروحوا الحديقه في الويكندز عشان يستمتعوا بالطبيعه. it's their habit، دي العاده بتاعتهم. يبقى هم العاده بتاعتهم يبقى هم بيروحوا، ما ينفعش اقول ما بيروحوش. خلاص. طيب ما ينفعش اقول نيفر مش بيروحوا ابدا، لا هم عاده بيروحوا، دي العاده بتاعتهم. طيب الجمله اللي بعدها بتقول نحن ايه الاي بوكس الكتب الالكترونيه على السمارت فونز. ماشي نحن ايه بنقرا الكتب. ودي جمع، الجمع بيحب المصدر والمفرد بيحب الاس. خلاص. طيب ودي جمع عايزين المصدر مش اي ان جي ومش اس وده مش تبعنا. خلاص يبقى الاجابه ريد. طب يا مستر ما ينفعش الاخيره ليه يا مستر؟ هو اصلا يا باشا النوي اصلا مش بننفع بدازنت، بننفع بدونت. اللي بعدها بتقول لك انا بحس بالقلق والتوتر كده قبل المسابقات، دي مشكلتي. يبقى انا دايما يا اخي عايز تقول اي دازنت، في حاجه اسمها اي دازنت يالا، ما تفول نفسك يالا، اسمها اي دونت. طيب نيفر ما بحسش بالقلق ابدا، ده مشكله يا ابني، مشكله يالا، مشكله في الاخر بروبلم. طيب he never goes to the gym because هو بيروح الجيم دايما بسبب ان هو ايه
هو لك مش بيروح الجيم ابدا ابدا، يبقى هو ما عندوش وقت. هنفي هي بايه؟ هنفي doesn't. اللي بعدها هي دايما الرسائل لاصدقائها. شيء المفرد، والمفرد بيحب الاس هتبقى since. اللي بعدها انا ايه من 3 ل 4 ساعات، من 3 ل 4 رسائل من اصحاب المدرسه. have usually ولا usually have؟ لا، ظروف التكرار قبل الفعل الاساسي يبقى هقول usually have. طيب اللي بعدها we smart ball in our science class. هو we بتحب الاس يلا؟ لا، يبقى اقول ايه؟ هقول use. اللي بعدها I never، والله I دي جمع، والجمع بيحب المصدر، والمصدر من eats هتبقى eat. اللي بعدها واي طاري، ادي هو مش طاري قد مفرد يلا، والمفرد بيحب الاس، فمش هقول دو هقول داز. فين الاس يا مستر؟ بكتبها تصبر عليها يلا اهي. اللي بعدها نمبر 5 how does the hyper bus. does ده بعدها الفعل في الايه؟ المصدر، والمصدر اللي هو ايه؟ help. طيب اللي بعدها what device ولا جمع، الجمع هتبقى ايه؟ هتبقى do. طيب اللي بعدها my favorite website، website والمفرد بيحب الاس، ده مفيش اس هنا. ما هاز للمفرد هاف للجمع، يد وهاز فيها اس يا خلاص. طيب اللي بعدها شي والمفرد بيحب الاس، فهتبقى جاز. طيب اللي بقى مستر انت ما قلتليش صحيح امتى بحط الاس وامتى بحط الاي اس وامتى بحط الاي اي اس. هقولها سريعا معلش. الاي اس لما الفعل بيكون منتهي باس، اس اس، اس اتش، سي اتش، اكس، زد، الحاجات الحلوه الجميله دي. انما اي اس لما يكون الفعل منتهي اقول لك على حاجه، واتش عادي، واتش اهي منتهيه بالايه؟ بالسي اتش، بحط لها اي اس. انما الفعل لما يكون منتهي بواي وقبله حرف ساكن زي تراي، زي كراي، منتهي بالواي وقبله ساكن، يبقى اعمل ايه؟ احذف يا باشا الواي ونحط اي اي اس. مش عارف يا اخي، انا حاسس ان انا بقى لي ساعه يا جدعان، بقى لي ساعه يا جدعان. اعمل يا اخي يا عم اشتراك يا عم، ولا اعمل شيء يا جدعان، ما تهزر. اعمل يا عم اشتراك يا عم، ولا اعمل اي حاجه يا اخي. طيب يلا نكمل. قال لك بعدها اي اللي انا باكل فاست فود انا مش بحبه، يبقى مش بحبه يبقى ابدا، مش باكله ابدا يبقى نيفر. يبقى نيفر للنفي ودايما يعني ابدا. الاطفال، هو انا عندي ده الفعل وهو ده ظرف التكرار، ولا ظرف التكرار بيجي بعد الفعل لا ولا قبله؟ لا قبله، يبقى اجيب دي هنا واجيب دي هنا. يبقى اقول sometimes play. اللي بعدها هي usually، والله هي دي مفرد والمفرد بيحب الاس. طيب ايه الاسئله الجديده يا مستر؟ ده سؤال اول مره ينزل عليك. حضرتك بيقول لك مشي doesn't مع الجمله بذكاء مش بغباء ومش بعنينا. انا عندي ديت نفي ونيفر دي للنفي. كل اللي انا هعمله هنزل ذا والباص هنزله. طيب انا عايز انفي بايه؟ عايزني انفي doesn't. خد يا حبيبي doesn't اللي نفسك فيها يا باشا. طيب doesn't بعدها الفعل في الايه؟ في المصدر، والمصدر من الصبس هتبقى stop near our house. اللي بعدها علي lives in Cairo. طيب عايز نسأل وردي سؤال، فأنا عايز أسأل أين يعيش علي؟ المستر قال لك هو علي ده مفرد ولا جامع؟ لا علي ده مفرد يا مستر. فالمفرد هسأل بداز اللي فيها اس. أصل المفرد بيحب الاس. where does علي live؟ يا مستر مش هنا lives بس داز بعدها المصدر يا حبيب قلب أخوك. طيب هنشيل دي ونلونها عشان المعلم يعني اللي داخل ينقل. احنا خدامين النقالين يا باشا، خدامين الغشاشين. الكوتشن مارك ما تنساهاش، اهم حاجه. طيب قال لك بعدها comes ده يعني ياتي. الجمله بتقول لك هو من مصر، فانا عايز اقول هو ياتي من، او هو جاي من مصر. ادي هو يعني هي، والمفرد بيحب الاس، فهقول ايه؟ comes. طيب وكمل جملتك. ادي from، وادي ايه؟ ام الدنيا Egypt. طيب he's never lazy. طيب هو الجملة ديت معلش صعبة شوية بس نحاول نفهمها. هو هي دي هنزلها عادي، وإذ هنزلها. هو بيقول لك هو مش كسول أبدا، يبقى هو دايما نشيط وشاطر وذكي وماهر وجميل. يبقى هو دايما عكس never هتبقى إيه؟ always. always إيه بقى؟
معلش المايك فصل. معلش المايك فصل. الجمله كده بتقول البيج الصفحه على الانترنت اللي بتديك انفورميشن معلومات، فده احنا بنسميه الويب سايت. قال لك بيكون في الكلاس روم، فده احنا بنسميها السمارت بورد. عندك حاجه اسمها ساره هوايتها المفضله القراءه، بتحب تقرا الاي بوكس على على التابلت الجديد بسبب ان هو سهل تشيله بدل الكتب بتاعتها اللي بتشيلها. هي يمكنها مئات القصص وتقراهم، يمكنها لها داونلود يعني تحمل. طيب عندك حاجه اسمها هير تابلت، في خاصيه اسمها المود، اسمها النايت مود. قال لك نمبر 4 قراءة A has become أصبحت هوايتي المفضلة. قراءة الاي بوكس.